السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على طريقة بسيطة جدا نتعلم فيها كيف نكتب الآيات القرآنية بالتشكيل التام والكلمات المفهومة وبالخط العثماني. اليوم راح نتعرف على طريقة سهلة جدا. أولا نذهب إلى جوجل كروم، نكتب قرآن in MS Word 2.2. ننزل هذا الرابط، نضغط على داونلود. فأنا خليت لكم الرابط في أول تعليق، تضغطون عليه فيوديكم إلى هذه الصفحة. نضغط على داونلود فنقوم بتنزيل هذا الملف. بعد تنزيل هذا الملف ينزل لدينا الملف على سطح المكتب، فنلاحظ أن الملف على شكل كتاب، يعني الملف مضغوط. نضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم نضغط على إكستران إيسي، الزر الثالث، نضغط عليها فيعطينا الحاسوب ملف جديد بنفس الاسم، ملف جديد بنفس الاسم ويكون غير مضغوط. نضغط عليه مرتين فيدخل إلى هذا الملف، فنجد 32 بيت ونجد 64 بيت. الآن نختار حسب الحاسوب، حسب حاسوبك. يوجد حواسيب تستقبل 32 ويوجد حواسيب 64. مثلا حاسوبي أنا مثلا 32. نضغط عليها مرتين فتظهر هذه الواجهة لتثبيت هذا القرآن. نضغط على Next ثم انستالي يعني تثبيت، فيثبت في ظرف ثواني. نضغط على Finish. فالآن نعود إلى برنامج الوورد، فنجد أن في الوورد صفحة جديدة أو نافذة جديدة Complement. نضغط عليها فنجد هنا قرآن، نجد هنا أنه فيها قرآن. نضغط عليها، نختار Arabic Transfer قرآن كريم، نضغط عليها فتظهر لنا هذه الواجهة. نختار من هنا الصورة، نختار الصورة التي نريدها. مثلا نختار مثلا سورة البقرة، ثم نختار الآية. نختار الآية من هنا، مثلا من الآية 10 إلى الآية مثلا 15. ثم نضغط على هذه الزر الذي في الوسط. الزر الذي في الوسط يعطينا الصورة ورقم الآية. نضغط عليه ثم نضغط على OK. فنلاحظ أن برنامج الوورد أتى لنا من سورة البقرة من الآية 10 إلى الآية 15، ومكتوب هنا أيضا سورة البقرة ومكتوب من 10 إلى 15. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات البسيطة. وإذا أعجبكم محتوى القناة ضعوا لنا متابعة للقناة، وشكرا لكم.